عبد الله السعيد كان قدامه نهايه مثاليه في الزمالك، بس واضح ان اخر فصل في الحكايه اتكتب بشكل تاني خالص. بص يا عبد الله، الموسم اللي فات عملت انجاز عظيم مع زمايلك، دوري صعب وموسم استثنائي، واسمك اتحط وسط الجيل اللي حقق بطوله هتفضل في تاريخ النادي. وعشان كده انا فاهم جدا ليه جمهور الزمالك زعلان دلوقتي، لان الجمهور كان مستني ان عبد الله السعيد يقفل صفحته مع الزمالك بشكل يليق باللي حصل. لكن اللي حصل ان عبد الله طلب بمستحقاته، وده من الاسباب اللي بيتقال منها ورا طلب فسخ التعاقد. وهنا لازم نكون منصفين، عبد الله من حقه يطالب بفلوسه، اي لاعب له مستحقات عند ناديه من حقه يطالب بيها، ومحدش يقدر يلومه على ده. لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم عن عبد الله السعيد تحديدا، لاعب كبير سنه كبير، وعارف ان الموسم الجديد مش هيبقى سهل، وعارف ان الاستمرار محتاج فريق قوي وسكواد يساعده ويشيله في الملعب. وعشان كده انا كنت بتمنى انه يبص للصوره كامله. لو الظروف مش مناسبه، لو الاداره مش قادره توفر لك اللي تحتاجه، لو شايف ان استمرارك بالشكل ده مش هيكون في مصلحه الزمالك ولا في مصلحتك، كان ممكن من بدري يبقى في موقف واضح، نقعد نتكلم ونحل، ولو مفيش حل نخرج من باب الكبير واحنا ابطال. لكن دلوقتي جمهور الزمالك شايف ان النهايه مش شبه البدايه، وده اللي مزعله، مش مجرد موضوع فلوس. الجمهور زعلان انه كان عايز يفتكر عبد الله السعيد باعتباره واحد من لاعبي الجيل اللي حقق بطوله عظيمه، مش لاعب دخل في ازمه مستحقات وفسخ تعاقد في بدايه موسم جديد. وعشان كده عبد الله، لو النهايه هتحصل خليها هاديه ومحترمه، خد مستحقاتك اللي ليك والزمالك ياخد حقه، وكل طرف يمشي في طريقه من غير ما نخسر بعض، لان الزمالك اكبر من اي لاعب، وفي نفس الوقت اللاعب من حقه ياخد مستحقاته. دي مش معركه فلوس، دي طريق خروج. عبد الله السعيد عمل حاجه كبيره مع الزمالك الموسم اللي فات، خلينا نفتكر الحلو، ولو دي النهايه فعلا اقفل الصفحه وانت بطل. تنساش تخبط لايك وفولو على الرايق. سلام.